بما ان اخر كام سنه السينما المصريه في تدهور مستمر، فتعالى اقول لك اوحش 3 افلام مصريه في اخر 5 سنين. في المركز الثالث فيلم بعد الشر للاسطوره علي ربيع. الفيلم ده وحش وحاشه وغبي غباوه، يعني اعوذ بالله. الفيلم مطلع لك علي ربيع الجان اللي كل البنات بتحبه، مطلع لك ميرنا نور الدين ورنا رئيس بيموتوا في علي ربيع. ازيك؟ طيب تمام حبيبي، سلام. الفيلم الثاني معانا هو فيلم اسطوره التستوستيرون العربي احمد العوضي بفيلم الاسكندراني. يا جدعان الفيلم ده بشع. الفيلم ده طلع من 1903، بس حاولوا يعملوا كل كليشيهات السينما اللي هي بتطلع عاديه، بس هنا طلعت بشع. واحمد العوضي طلع بيضرب بس ما حدش بيلمسه. لا لا، يعني فيلم اعوذ بالله. وصاحب المركز الاول فيلم الاسطوره تامر حسني، فيلم ريستارت. احنا عبيد الشاشات، يا عبيد الشاشات. فيلم ريستارت ده انا مهما اتكلمت عنه وحشته مش هخلص. الفيلم فيه كل الموبقات، فيه خطأ السبعه. وما تنساش انت تكتب لي تحت في الكومنتات ايه اوحش فيلم في الثلاثه دول، واعمل لايك وفولو وشير وبس كده.